السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة بيت القصص. اليوم قصة جديدة. قبل ما نبدا القصة ديالي نتمنى تكونوا اولا بافضل حال، ونطلب منكم لايك واشتراك باش تعاونونا على الاستمرار، وشكرا. يلا معنا باش نبدا لكم القصة، وركزوا معايا مزيان باش تفهموا كل التفاصيل. واحد النهار صونا لي التليفون، تعرضت للعرس ديال بنت خالتي اللي ساكنة في النواحي التازة، بالضبط صنغاجة. تزوجت بولد عمها اللي ساكن في دار البيضاء. جاتني العراضة، فرحت، قلت هذه فرصة نمشي نشوف بلاد جدي ونعرف ولاد خالتي اللي عمرني تلاقيتهم وأنا في عمري 15 سنة. ملي جاتني العراضة أنا كنت مع أختي في طنجة، كنت كندوز معاها عطلة ديال الصيف. صافي جمعت حوايجي وشريت اللي خصني. بعد 3 أيام ركبت في التران نيشان لدار البيضاء. كان اتفاق ديالنا انني نمشي عندهم لدار البيضاء، ندوزو تما شي ايام ويجمعوا اللي خصهم كامل باش نطلعوا لبلاد جدي ان شاء الله. من بعد شي ايام قليله جبرنا الطريق في الليل، ركبنا في التران اللي كيدي لتازا. صبحنا تما على الصباح وكنا ديجا متفقين مع الترونسبور اللي غادي يدخلنا للعروبيه. صافي وصلنا. انا ديك الساعات مشيت نيشان مع ولاد خالتي لدار العرس. كنا جينا بزاف بينا من دار البيضاء، كنا تقريبا شي 8 بينا، انا وولد خالتي وبنت خالتي وبنات عمتهم ولوست عمتي. وصلنا لدار خالتي بكري قبل الظهر، جلسنا عاودنا الفطور وارتحنا. كان باقي على العرس سيمانه، حنا فرحانين، كلشي كيوجد. خالتي حتى هي كل نهار فني كانت توجد. دار خالتي كانت معزولة على الدوار، كانوا بعادين عليها الناس. كانت بعيدة على دار جدي، كان قدامها واحد العنصر، وداك العنصر فيه بزاف ديال المرجات. المرجات هما الجليسات ديال الماء كتجبرو مجموع بحال الدوائر. كانت وحده هنا وحده هنا وحده هنا. ما نكذبش عليكم، كل ما كنت كندوز قدام ديك العنصر لحمي كتشوك، كنحس بشي حاجه كتثقل لي رجلي، بحال اللي كيقولوا بالدارجه. عظامي كانوا كيطيحوا عليا وانا باقا صغير وما فهماش وما مسوقاش لهاد الشعور. كنت كنحس بحال اللي شي حاجه غادي تدخلني وسط ديك العنصر. كنت كندوز من تما بزاف حيت هذيك الطريق هي اللي كتخرجنا لدار جدي. كنا كنعمروا الماء من تما دابا ساعه 4 المرات او اكثر. الا بغينا نمشيو نتسخروا للحانوت ديال الدوار كنا كندوزو تما. كنت كنمشي اغلبيه انا وبنت خالتي الصغيره، ما كنتش نقدر نمشي بوحدي لديك العنصر، دايما كنمشي مع لونيس. ولكن ديك التشويكه اللي كنحس بها كل ما كنكون ماشيه الحمد لله كنت كنقرا ايات الكرسي وكنحس براسي شويه. وعاقلوا على ايات الكرسي الفضل ديالها اللي غيكون معايا في هذه القصه. هنا قرب العرس قبل 3 أيام. كنت انا وخالي ومراته وولد خالتي وبنت خالتي الصغيره. كان قريب الغروب. دار خالتي كان مدور بها واحد السور وعنده الباب. حنا كنا كنطلوا على جنان الزيتون. كما كتعرفوا هاد المناطق كتكون جبليه، يعني حنايا عايشين في الجبل. ملي كنطلوا كيبان لنا داك المنظر ديال الجبل اللي قبالتنا والواد لتحت. واحد المنظر، واحد الطبيعه في بلاد جدي ما تصورش. سبحان الخالق. كنا جماعين نضحكوا ونهضروا ونجريوا ونلعبوا عادي. صافي قربت الشمس تغرب وبقينا هيداك حتى أذن المغرب وبدا الظلام يطيح. وانا نشوف واحد الكلب ابيض. ديك الكلب كان بيض ما فيه حتى شي حاجه اخرى. كان واقف واحد الكومه ديال الرمل. وانا سولت ولد خالتي، قلت واش هاد الكلب ديالكم؟ انا سقسيت ولد خالتي باستغراب حيت انا اللي كنعرف ان خالتي ما عندهاش الكلاب، حيت داك الدوار مأمن فيه الناس اغلبيه غير العائله، حيت الدوار ما كيدخلوش البراني كما كنقولوا حنايا بالدارجه ما فيهش الغاشي وما عندكش مناش تخاف باش تربي الكلب. ولكن الصدمه هي ملي قال لي ولد خالتي اين كلب، واش نتينا حمقى؟
حنا ما عندناش الكلاب، وانا ما كيبان لي حتى شي كلب. فينا هو هذا الكلب اللي كتشوف نتينا؟ وانا سحاب لي كيضحك عليا ودرت عند خالي. خالي شوف داك الكلب راه هو، واش كيبان لك؟ قال لي اين كلب؟ واش نتينا كتحلم؟ تقيت مراتو وبنت خالتي كاملين ما شايفين والو، ولكن شويه حتى كيدفعني ولد خالتي قال لي دخل بحالك، وما يدفعوني لداخل وشدوا الباب. قال لي اقرا القران. قال لي اللي شفتيه نتينا حنا ما شفنا حتى حاجه. قال لي قرا القران ولا ما غاديش تكون مزيانه. انا هنايا ركبت من الخلعه كتار، رجلي تقالو، داتي تنملت، وكنت كنقرا داك الصورات اللي حافظاهم بواحد المشاقه حتى لساني تقال عليا، والخلعه ولات مسيطر عليا بزاف. ملي دخلنا للدار انا كنحلف وكنقول لهم والله الا شفت كلب بيض واقف كيشوف فيا. قال لي خالي هذاك الكلب كان باغي اديك، كان باغي يسكنك، وكان خصو ياديك باي طريقه. عليها حنا دخلناك ماشي ما تقناش بك، حيت عرفنا ان شي حاجه ماشي عاديه. مرات خالي نطقت قالت بسم الله الرحمن الرحيم، حجرهم يشدوهم. شكون هما؟ انا ما فهمت حتى شي حاجه. انا ديك الساعات كنت كنحس غير بالخلعه اللي راكباني صافي. وشويه خالي بدا كيهضر وقال بلا ان العنصر اللي حدا خالتي ماشي صافي. قال اي واحد كيجي لهاد البلاد كيشوف حاجات غرابين، خصوصا الناس اللي برانيين بحالي. انا اول مره غادي نزور بلاد جدي 2 مرات وانا كنجي لها. عشت 2 حوايج اللي عمري ننساهم، وحداها هي كنعاودها لكم، وحده ان شاء الله القصه المجه. صافي ديك الليله دوزناها ربي اللي عالم بيا. ديك الليله تخشيت وسط خالتي وبنتها وخا كنصاه. دازت ديك الليله الحمد لله. جا الصباح نوضنا فطرنا، بقينا كنتسخروا لخالتي، نمشي لهنا واجي لهنا. كل ما كندوز قدام داك العنصر رجلي كيتقالوا ولحمي كتشوك. كنقرا ايات الكرسي كل مشيه وفي كل مجيه بالمرات كثيره، ولكن كل ما كانت كتغرب الشمس كيبان لي داك الكلب. كنتخلع ونبدا نبكي وندخل بحالي. صراحه دوزت واحد الخلعه ربي اللي عالم بيا. قبل العرس ب3 ايام الدار عمرت بالعائله اللي جات من دار بيضه، وانا الحمد لله تونست وبديت كنسى الخلعه. حتى لواحد الليله مشينا نطلو على لوست عمتي اللي كانت مريضه بزاف. حتى العروسه مشات معانا. بزاف غادي يقولوا لي ان العروسه ما خصهاش يتخرج قبل العرس ديالها، ولكن عمتها كانت مريضه والضروره خصها تشوفها حيت الدنيا هادي. ولكن يا ريتها بقات في الدار وما خرجتش معانا. هادشي اللي غادي تسمعوه. بنت خالتي حتى راجلها كان معانا حيت جاو باش يعملوا العرس مجموع، حيت المسافه ما بين صنهاجه ودار بيضه بعيده بزاف، لهذا قرروا يعملوا عرس واحد مجموع في العروبيه. ايوا كما قلت لكم مشينا قبل المغرب، تجمعنا مع العائله، شفنا المراه كانت شويه الحمد لله، شربنا اتاي والقهوه وتعشينا. ملي وصل نص الليل خرجنا باش نجيو بحالنا. كانت ما بين 12 والوحدة ديال الليل. كما كتعرفوا الباديه سلاس الظلام، الضوء ديال القمر بوحدو. كانوا عندنا الترنات ولامبا، يعني شي حاجات بحال هيدا. التليفون قليل اللي فيه البيل، كانت يلا ديك سامسونج الاول نوكيا بيل، يعني الضوء ديالها ضعيف بزاف. تمنا ماجين عادي حتى وصلنا لواحد الدوره ديال العنصر اللي فيه بزاف ديال المرجات. السيده اللي مشينا نطلو عليها كانت بعيده على خالتي بشي كيلومتر هيداك. انا كنت شابره في خالتي وبنتها، حيت اكثر حاجه كنخاف منها هما القراين الضفادع. بشويه حتى كنسمعوا بنت خالتي اللي عروسه غوتت حيت سمعت النبح ديال الكلب، وحتى انا سمعته. والدوره اللي كنشوف الكلب عطها من رجليها. كنقول لهم راه هو لا هو ما شافوه ولا حتى شي حاجه، شفتو انا وبنت خالتي غير سمعاتو.
غوتت وموراها سخفت. الحاجة اللي سمعناها كاملين الراجل بنت خالتي كيفيقها كيقول لها نوض اش عندك شني كاين. وملي فاقات كانت كتقول الكلب بعدوه عليا غادي يعضني. ولكن هما ما شافوا والو. انا قلت لهم شفت الكلب حدا رجليها وعضها. هما تا واحد ما تاق بيا، قالوا لي ان الكلب ما شافوش راجلها والاثر ديال العض في رجليها ما كاينش. طريق كامله بنت خالتي هي ساكته. مني وصلنا للدار دخلت في حاله نيشان نعست، ما هضرت ما تكلمت مع حتى شي واحد. صافي كل واحد شد بلاصتو ونعسنا ودازت ليله عاديه. لا غد ليه كانت الحنه دازت مزيانه هي والعرس. كانت جات ماما وخوتي الصغار، دوزنا العرس مزيان بزاف وسط العائله، شطحنا وفرحنا وتصورنا. كان واحد العرس غزال. من بعد 3 أيام أو 4 أيام من العرس بنت خالتي جمعت حوايجها ومشات مع راجلها لدار البيضاء بعد ما ارتحوا من الصهير ومتامرة ديال العرس. بنت خالتي وراجلها مشاو قبل منا وداو معاهم عمتهم. حتى انا جمعت حوايجي ومشيت معاهم لدار البيضاء. مشينا في الطوموبيل اللي موراهم. حتى لهنا كل شي عادي كل شي مزيان حتى وصلنا لدار البيضاء. ملي وصلنا للدار ديال بنت خالتي جبرنا راجل مهموم اللون ديالو مخطوف. قلنا له اش عندك؟ قالنا بلا مراتو ملي وصلت للدار وهي مغيبه، واحد الحاله غير كتغوت وتريش في راسها وكتقول الكلب عضني بعدو عليا وهي مغيبه. هنايا تخلعنا، اللحم ديالنا تشوكت، ما عرفناش شني جاري. مني طلينا عليها جبرناها مدوده وناعسه. قالنا بلا رشوا لها الريحه وعملوا لها السوارت في يدها عاد تكالمات، وعملنا القران حدا راسها ونعسات. وانا هنايا تخلعت حيت انا داك السيناريو كامل شفت الكلب ابيض اللي كان باغي اديني ادا بنت خالتي. هاد الشي كامل انا حاضره عليه وعارفه اش واقع. بقات فيا بنت خالتي بزاف وشويه جات عجوزتها وعاودنا لها شني كاين. قالت كاين واحد الفقي في السطات متمكن يقدر يعالجها وتحسن الحاله ديالها وما تبقاش حالتها هيدا. وانا نطقت قلت لها خالتي انا شفت الكلب اللي عضها من رجلها، انا شفته والله لا شفته. وشويه شافوا فيا كاملين وبقاو ساكتين، فهموا ان بنت خالتي تقاست بالجن اللي جا على هيئه كلب. صافي غدا قالوا غادي يمشيو على الصباح. عيطوا للسيد خداو رونديفو وخرجنا من الدار مع الفجر. ولكن داوني حتى انا قالوا لي يلا معانا، وخا ما كنتش باغيه نمشي حسيت بخاطري ثقيل عليا، وحتى بنت خالتي ما بغاش تمشي. ولكن بغاو يديوني انا حيت حتى انا الخلعه كانت متلبساني وخافوا نكون حتى انا مقيوسه. مشينا دخلنا عند السيد انا عادي، ولكن بنت خالتي طاحت بدات كتخوت وتركل. دخله بدا كيقرا عليها ودخل معاها راجلها وخاها. انا كنت مخلوعه ولكن الحمد لله ما تزيرتش وما طيحتش. بقى كيقرا عليها وعطاها شي علاج بماء ديال الرقيه. بنت خالتي مسكينه تمحنت، دوزت شهرين ديال العلاج، ولكن الحمد لله تعالجت بالقرآن وبالرقية الشرعية. هاد الفقيه كان راجل مزيان، كان الراجل ديال الله، ما كانش من هادوك اللي كيتشرطوا جيب لي وما عنده حتى شي علاقة بالدجالين. عالجة بالقرآن وبالشرع الحمد لله برات. والفقيه قال لي واحد الهضره، قال لي انتينا آيات الكرسي هي اللي حفظاتك، حيت كل ما كنقراو آيات الكرسي كيكون عندنا حجاب من الجن وما يقدرش يأذينا. قال لي انتينا كنتي غتآذاي ولكن ربي حفظك آيات الكرسي. الحمد لله
ما تنسوش قراءة القرآن وتحصنوا نفوسكم بالأذكار الصباح والمساء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا. القرآن كتاب عظيم خصنا نتحصنوا به. الحمد لله دازت الأيام، بنت خالتي رجعت للحياة ديالها طبيعية ورزق ربي بوليدات، ودابا عايشة الحمد لله بسعادة ومن الناس اللي ملتزمين وكتبغي تعمل الخير بزاف ومهلية في والديها واحد الدرجة ما تصوروش. نتمنى القصة تعجبكم. هذه قصتي واقعية وقعت لي أنا شخصيا. إلى عجبكم الفيديو عملوا لايك واشتركوا معنا باش تكبر العائلة ديالنا وتشجعونا على الاستمرار. شكرا بزاف، إلى اللقاء. قصة اللي ما جا إن شاء الله.